قلبي مات. يعني صدق من طلعنا من ذاك البيت، ولو أنا كنت أتصور أرجع له في زمن ما، وأرجع له ويا الأهل، مو أرجع أشوفه فارغ يعني. بس للأسف ما تحققت الأمنية، يعني راحت. المواطنة العراقية أم مريم ملك شاهي من العوائل التي الأكراد الفيلية التي هجرت قسرا على يد النظام البائد. الزمن اللي سفروني كانت 9 سنوات. طبعا هو من سفروني أتذكر كان يوم جمعة الظهر، ووالدتي الله يرحمها كان عندنا برنامج يوم الجمعة مالتنا، يعني سوينا الغداء تمام بامية ودجاج. والدتي صاحتنا وقت الغداء يعني، فدقت الباب ويا ريت لو من دقت الباب. اللحظة حقيقة ما تنوصف، لأن ذيك اللحظة أنا توقف عندي الزمن. طفرت مرحلتين، الطفولة والشباب راح عندي يعني. فاللي أتذكره من جوي علينا وطلعنا سدينا الباب، كانت تقريبا هو وقت غدا 1:15 هيك هالحدود، يعني هسه زايد ناقص، المهم هالوقت. فاحنا كان عندنا بالبيت ساعة، تدرون أكثر البيوت بيها ساعات كبار هاي اللي تطلع صوت تضرب الشذ، فبالهول مالتنا كان عندنا هيك ساعة. فحقيقة حتى يعني لا أنساها الزمن، يعني ذيك اللحظة كلش كانت مؤلمة إلي، بحيث افتريت بالمهجر صدفة في مرة من الأيام بالأسواق، شفت ساعة تشبهها، فاشتريت من عندها وجيت علقتها بالبيت ووقفتها. يعني هو الزمن 1:15 وقفته، يعني هاي الساعة تشبهها تقريبا، وقفت الزمن، لأن صدق بهذا الوقت هو أني يعني راح الأمل والفرحة، هي كلها انتهت ويا هذا الوقت. الحوادث كلها مؤلمة يعني، فأدروني إنه طفولتي وشبابي راحت هي بطبقة الباب، يعني وراها رأسا شفت مرحلة الكهولة، المصاعب والألم والفراق اللي حسيت به. يعني رأسا حسيت إنه صرت مرأة كبيرة، يعني الطفولة والشباب ما حسيت بها، رغم ما أنا شت أعيشها، بس للأسف أبد ما حسيت بها. فمن نطلع مرات سفرات أطلع البنات، يعني خطية تقول لي ماما شنو ما تتونسين؟ مناظر جدا حلوة بالمهجر بس ما أشوف بيها لذة. تقول لي شنو ما عندك إحساس؟ أقولها ليش عندي إحساس، بس قلبي مات. يعني صدق من طلعنا من ذاك البيت، ولو أنا كنت أتصور أرجع له في زمن ما، وأرجع له ويا الأهل، مو أرجع أشوفه فارغ يعني. بس للأسف ما تحققت الأمنية يعني.